ازيكم؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. النهاردة انا هعمل احلى واطعم والذ جبنة قريش في البيت، والطعم جميلة ولذيذة، واحلى جبنة هتعمليها بايدك في البيت، مش متعبة. كفاية انك عاملاها بايدك في البيت. شايفة الجمال؟ احلى ساندوتش جبنة قريش. هي بتتكلم عن نفسها. احلى جبنة هتعمليها بايدك في البيت. تعالي نشوف الطريقة مع بعض. الطريقة سهلة جدا. انا هستخدم اللبن اللي هو كامل الدسم، الجيركن اللي بيبقى لونه احمر. هروح على البوتاجاز، في الحلة هنزل باللبن. ده النوع اللي انا استخدمته، اللي هو الجيركن اللي بيبقى لونه احمر كامل الدسم. هدفي اللبن، بس اللبن يبقى دافي. ده نوع المنفعة اللي انا هستخدمها. لو حابب ياخد منها سكرين شوت، بتتباع على امازون. هضيف معلقة صغيرة منفعة، معلقة صغيرة ما تكتريش علشان ما تمررش. هضيف معلقتين زبادي عادية. هدوب الزبادي مع اللبن. انا كده طفيت البوتاجاز علشان اللبن دفي. الزبادي تدوب مع اللبن. هغطيها لحد ما تبقى جبنة، لحد ما تفصل الجبنة عن المية. كده شايفة بقيت جبنة فصلت عن المية. معايا صينية حط عليها مصفى. احط الشاش في المصفى علشان انزل بالجبنة على الشاش. شايفة الجبنة فصلت عن المية. تسيبيها ساعة او اكتر او اقل على حسب ما الجبنة تتماسك والجو اللي عندك. هنزل بكل الجبنة في الشاش. المية اللي هتنزل او الشرش اللي هينزل من الجبنة تقدري تستخدميه في عيش، لو هتعمل عيش في قرص، تعمل عجينة بيتزا، تقدري تستخدميه في اي حاجة انتي حابة تعمليها. هشيل المية اللي نزلت علشان كتير. هسيب الجبنة تصفى من كل المية اللي فيها، وما تستعجليش عليها. هي بتاخد وقت لحد ما بتتصفى علشان ده لبن مبستر. شايفة هي نزلت كل المية اللي فيها علشان ما تستعجليش. لو حباها تاخد شكل الخطوط زي اللي بتبقى في الجبنة القريش في مصر، دي حصيرة السوشي. لو عندك استخدميها، مش عندك استغنى عنها، هي كده حلوة خالص. هسيبها لحد ما تتماسك كويس واقطعها. ما تستعجلش عليها، دخليها التلاجة وسيبيها، مش هجرالها حاجة.
علشان وانت بتقطعيها تطلعي كل قطعة بالشكل الحلو ده ماسكة نفسها. شايفة الجبنة ماسكة نفسها وجميلة مش مفرولة، تعرفي تقطعيها تتحكمي فيها. احلى جبنة جميلة وحلوة. شايفة متماسكة ازاي. هضيف عليها الملح على حسب الاحتياج. حابة تضيفي شطة براحتك. احلى جبنة قريش تتعامل في البيت بكل سهولة، مش متعبة وما بتاخدش وقت. شايفة الجمال والأروح، هي بتتكلم عن نفسها. احلى جبنة قريش، حابة تاكليها بأي حاجة. شايفة الجمال والأروع. وان عجبك الفيديو لايك وشير، اكتبي لي كومنت. اللي ما عملش فولو اعملي فولو علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. تابعيني على قناتي قناة اليوتيوب، اعملي لي سبسكرايب علشان يوصلك شعار باي فيديو جديد ينزل. اشوفكم في فيديو جديد.